ازاي تقدر تعمل بوت على اكتر من نظام تشغيل في نفس الوقت وتختار اي حاجه فيهم وتبتدي تسطبه كمان، وكل ده من فلاشه واحده وبدون ما تعمل فورمات اكتر من مره. احنا هنعمل كوبي لكل النسخ دي مره واحده ونرميهم على الفلاشه وانتهت الحكايه. البرنامج اللي هنستخدمه اسمه فينتوي وهو سهل وبسيط جدا، ويلا بينا نبدا. اولا هنعمل داونلود للبرنامج ده، فهنروح على جوجل ونكتب فينتوي وانتر، واول اختيار هنلاقيه جايب لنا هنا وصف التول وبتعمل ايه بالظبط. تحت كده هنلاقي الفيتشرز بتاعتها او مميزاتها واللي هنلاقيها كتيره جدا. فوق كده هنضغط على داونلودز وبعدين هنختار نسخه البرنامج الخاصه بالويندوز، هيبعتنا على موقع جيت هاب. تحت كده في الاسيتس هنلاقي الملف بتاعنا فينتوي ويندوز، هنختاره وهيبدا يعمل داونلود معانا. بعد ما يخلص داونلود هندخل على الفولدر اللي نزل عليه، فهنضغط هنا شو ان فولدر وهنعمل له فك ضغط او اكستراكت. بعد ما يخلص هندخل جوه الفولدر اللي اتعمل له اكستراكت وضغطتين على البرنامج كده فهيشتغل معانا. بكون طبعا من قبلها موصل الفلاشه بتاعتي واللي نقدر نشوفها هنا. اتاكد ان الفلاشه هي اللي انت مختارها لانه هيعمل لها فورمات، وبعدين اضغط انستول. جايب لك هنا طبعا تحذير علشان يعمل فورمات للفلاشه، فبيقول لك الداتا اللي على الفلاشه دي هتتمسح، فبيأكد عليك يعني. علشان كده قلت لك تأكد ان الفلاشه هي اللي انت مختارها. هنكتب يس واوكي ويس يس. هيبتدي يفرمت الفلاشه ويسطب البرنامج عليها، مش هياخد منك اي وقت، ودي احسن حاجه في البرنامج ده. واول ما يخلص هيكون فاضل لك بقى اخر خطوه، وهي انك تعمل كوبي لكل النسخ اللي انت عايزها وتحطهم على الفلاشه دي، سواء بقى كانوا ويندوز بكل اصداراتها طبعا او لينكس بكل توزيعاته او حتى ماك او اس او حتى اندرويد او ايا كان زي ما هنشوف دلوقتي. طيب انا عندي هنا وليكن في عندي هنا كالي لينكس، في عندي ويندوز اكس بي، في عندي اوبونتو لينكس، في عندي ويندوز 7، في ويندوز 10. تقدر تضيف طبعا زي ما انت عايز زي ما قلنا. هعمل لهم كلهم كده كوبي وهروح على الفلاشه بتاعتي. شوف اسمها دلوقتي بقى نفس اسم البرنامج فينتوي. المهم جوه الفلاشه وهعمل بيست وهسيبه يخلص براحته. اول ما يخلص انا كده بقيت جاهز ان انا اعمل بوت من على الفلاشه دي على كل نسخه اللي انا حطيتها عليها. ده طبعا بنفس الطريقه العاديه بتاعتنا، هوريها لك دلوقتي. اولا هنعمل شت داون للجهاز وهنوصل الفلاشه بتاعتنا وهنشغل الجهاز تاني ونعمل بوت. فهنضغط على F12، ده لو جهازك ديل طبعا زي الجهاز بتاعي، وتختار انك تعمل بوت من على الفلاشه كينجستون. وبص كده هتظهر لك بالمنظر ده فينتوي وكل النسخ اللي انا رميتها على الفلاشه. اقدر اختار اي نسخه وابتدي اسطبها عادي جدا، زي وليكن عندنا هنا الكالي لينكس، هختارها ودلوقتي اقدر اسطبها عادي جدا. لو عندك اي سؤال او لو في اي حاجه وقفت معاك اكتبها في الكومنتات وانا هرد عليك. ولو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اشترك واعمل لايك للفيديو وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي، واستنى التريكايه الجايه. سلام.